اهلا بيكم. فيديو النهارده هنعمل فيه وصفه مميزه جدا، وصفه مقترنه بالشتاء بقى واجواءه وريحه القرفه في البيت. فهنعمل سينامون رول، وكعادتي في كل فيديوهاتي هقولك على كل الحاجات او كل التركات اللي لازم تعرفيها علشان تطلعي سينامون رول مظبوط بينافس وبقوه الماركه الغاليه اللي احنا بنشتريها منه. بس الفرق بقى ان احنا هنعمله في البيت باقل التكاليف وانضف خامات، واحلى حاجه في الموضوع ان هو هيكون لسه خارج من الفرن طازه كده، فهيبقى احلى واحلى. يلا ندخل على الوصفة بتاعتنا. ومش هطلب منك انك تعملي لايك لان انت بتحبيني وتدعميني وهتعملي لي لايك دلوقتي. يلا ندخل على الوصفة، بس اتأكدي ان انت عملتي لايك. المقادير بقى بتاعتنا بسيطة جدا. عندي كوباية من المية الدافية 250 ملي، 30 جرام من الحليب البودر، بيضة وزن 55 جرام، نص معلقة صغيرة من الملح، 55 جرام من السكر أو ربع كوباية، وعندي كيس من الخميرة الفورية بما يعادل معلقة كبيرة أو 11 جرام. وإضافتي بقى اللي مختلفة، أنا هضيف 80 جرام أو حوالي ربع كوباية من القشطة، قشطة وش اللبن بقى أو قشطة عادية، أي قشطة متوفرة عندك. كل المقادير دي هتحتاج حوالي 3.5 كوب من الدقيق من الكوبايات المعيارية، بما يعادل 485 جرام دقيق متعدد الاستخدامات. هنروح على بولة العجن وهنزل بكوباية المية الدافية، وضروري تكون دافية علشان تنشط الخميرة معانا. وهنزل بربع كوباية السكر وعليهم كيس الخميرة الفورية. هنقلب الميكس ده كله مع بعضه كويس جدا لحد لما الخميرة تدوب، وهركنها على جنب علشان اتأكد من صلاحية الخميرة. انا مش دايما بعمل الحكاية دي، لان انا دايما بجيب الخميرة عندي بكمية وبحفظها في التلاجة، فببقى متأكدة من صلاحيتها. لكن لو انا لسه مشتريه الخميره دي جديد ومش متاكده منها، فلازم اعمل الخطوه دي. ضروري جدا يا جماعه نختبر الخميره بتاعتنا. وادي الخميره بتاعتي بعد مرور 10 دقايق كونت كده فقاعات على الوش، بكده هي تبقى شغاله. هنبتدي بقى نشتغل في العجينه بتاعتنا. هنكسر البيضة بتاعتنا فوق خليط الخميرة وهنقلبها بالمضرب. الأول نكسرها كده براس المضرب، البيض بيبقى جامد في الشتاء، فهنكسرها ونخلطها تماما بالمضرب. وده عندي خليط المواد السائلة اللي أنا هعجن بيه. هنزل بال30 جرام من الحليب البودر وأقلبهم كويس جدا مع بقية المكونات. وعلى فكرة ممكن تستخدموا حليب عادي بدل كوباية المية الدافية وتستغنوا عن الحليب البودر، ولكن الحليب البودر بيشد عرق معانا للعجينة وبيدي لون حلو قوي للمعجنات بتاعتنا. هبتدي بقى دلوقتي اضيف الدقيق. ضفت اول دفعه من الدقيق وهقلبها كويس جدا لحد لما الدقيق يختلط تماما مع المواد السائله. دلوقتي هضيف نص معلقه الملح في المرحله دي واقلبها كويس. بعد كده هضيف الدفعه التانية من الدقيق، ولكن مش هنضيفه كله، هنسيب كده حوالي معلقه او معلقتين في الاخر على حسب احتياج العجينه، لان احنا طبعا عارفين ان انواع الدقيق بتختلف عن بعض في درجه امتصاصها للسوائل. فلو انا حسيت ان العجينه ما بين ايديا سائله كده ومحتاجه شويه كمان من الدقيق، هضيف باقي الدقيق. لو ما احتاجتش خلاص مش هضيفه. وانت طبعا لازم تعملي الخطوه دي، تعملي حسابك يعني وانت بتعجني ما تضيفيش الدقيق كله علشان العجينه ما تبقاش مكتومه معاكي. انا حسيت ان العجينه سائله ما بين ايديا فهضيف باقي الدقيق، وبكده انا ضفت كل ال3.5 كوب كلهم احتاجتهم في العجينه، بما يعادل 485 جرام. هتعجني كده لمدة 5 دقايق لحد لما المكونات كلها تمتزج كده مع بعض، وتحسي كده ان العجينة اتكونت معاكي. وفي الاخر كده تضيفي ال80 جرام من القشطة. القشطة دي قشطة من وش اللبن او قشطة طبيعية اللي هي بتاعة اللبان يعني، او اي قشطة معلبة. كل انواع القشطة هتنفع معانا في الوصفة دي. وممكن برضو تستبدلي القشطة بالزبدة عادي جدا، بس القشطة بتدي طراوة رهيبة للمعجنات يا جماعة. هي متوفرة عندي كنوع من التوفير، يعني كنوع من التوفير للزبدة. الزبدة غالية طبعا زي ما انتم فاهمين. وكمان هي بتدي طراوة حلوة قوي للعجين، يعني جربوها الإضافة دي هتعجبكم جدا إن شاء الله. ابتدي بقى اعجني القشطة مع بقية المكونات، واعجني العجينة بتاعتك كويس جدا لحد لما سطحها يبقى أملس خالص وتتكون عجينة كده متماسكة بتمط معانا. طبعا العجين يعني كل ما تعجني العجينه بتاعتك وتخدميها كويس جدا كل ما ده يديكي نتيجه افضل في المعجنات. وده قوام العجينه بتاعتي. بصوا عجينه لازقه في الطبق، بس لما بشيلها كده مش بتسيب اثر كبير يعني هي متوسطه، لا هي مكتومه ولا هي سائله. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا ما غسلتش ايدي على فكره. يعني انتوا هتعجنوا لحد لما توصلوا للقوام ده والعجينه تفك من ايديكم بالشكل ده، بس يبقى فيه اثر بسيط خالص للعجينه.
دهنت البوله بتاعتي كده، غسلتها ودهنتها بشويه من الزيت، وادي العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين مخدومه كويس جدا. سطحها املس وجميله جدا جدا. هنزل بيها في البوله كده، وهغطيها ببلاستيك راب واركنها على جنب لحد لما حجمها يتضاعف وتخمر. انا اخدت معايا حوالي ساعه بالظبط، طبعا علشان احنا في الشتاء وقت التخمير بيتوقف على الجو يا جماعه، وبيتوقف كمان على كميه الخميره اللي انت ضايفاها للعجينه. على ما العجينه بتاعتنا تخمر انا هبتدي بقى اجهز بقيه التجهيزات اللي احنا هنحتاجها. ده خليط الحشوه: 140 جرام من الزبده اللينه بحراره الغرفه، معلقتين كبار من القرفه، تلت كوبايه من السكر الابيض او البني، ونص معلقه كبيره من الكاكاو الخام. هخلط القرفه مع الكاكاو الخام ومع السكر وهقلبهم كويس جدا مع بعض. بالنسبة للكاكاو لو حابين تستغنوا عنه استغنوا، لو حابين تزودوا الكمية كمان شوية تخلوها معلقة كبيرة، خلوها براحتكم، بس ده كان المقدار المفضل بالنسبة لي. ادي العجينة بتاعتي خمرت، هبتدي بقى اهبطها، اشيل بلاستيك راب وهبطها وهروح بيها على سطح العمل علشان افردها. رشة كده من الدقيق علشان العجينة ما تلزقش معايا، وكمان هرش رشة دقيق على العجينة بتاعتي، وهبتدي افردها بالنشابة. افردي بالنشابة كده، وانتي بتفردي حاولي طول ما انتي شغالة تحاولي تحافظي على الشكل المستطيل للعجينة. انا هفرد العجينة ديت بطول 45 وعرض 25. لو انتي حابة لفات اكتر ممكن تعرضي العجينة بتاعتك شوية، تخلي العرض اكبر من 25، تخليه 35 او 40. تمام، علشان تديكي عدد لفات اكبر، لكن ما تفرديش بابعاد اكتر من كده علشان العجينه ما ترقش معاكي وتبقى رقيقه يعني. ابتدي بقى وزعي الزبده، والزبده لازم تكون زي ما قلت لك بحراره الغرفه، او تكون زبده لينه علشان تبقى سهله معانا في الفرد. بسباتيولا بقى او باي حاجه ابتدي افردي الزبده على سطح العجينه لحد لما تغطي كل سطح العجينه، ولكن الطرف اللي انت هتقفليه من العجينه في الاخر حاولي ما تجيبيش عليه زبده علشان يقفل معاكي كويس. ابتدي بقى رشي الحشوه ورشيها كلها، ما تقلقيش مقدارها مظبوط جدا، مش هتبقى كتيره ولا حاجه. بعد كده ابدأي بقى لفي. قبل ما تلفي، انا كنت هنسى برضو الخطوة دي وانا بعمل والله. قبل ما تلفي اضغطي كده بالنشابة على الحشوة بتاعتك علشان الحشوة ما تفكش اثناء اللف يعني. بالنشابة كده واضغطيها كويس جدا، وابدأي بقى لفي العجينة من ناحية الطول مش من ناحية العرض. وانتي بتلفي بقى حاولي تقفلي اللفة كويس جدا علشان ميبقاش في فراغات ما بين اللفات. يعني كل ما تعملي لفة زي كده ثبتيها كويس او لفيها كويس، لفة محكمة يعني. ابتدي بقى لفي العجينه وخدي وقتك خالص في الخطوه دي، علشان العجينه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده مش هقول يعني صعبه في اللف، بس برضو العجينه معايا لينه. وده سر طراوه السينامون رول يا جماعه، عجينه السينامون رول ما تبقاش عجينه مكتومه، علشان يديكي سينامون رول يعني قوامه هش وخفيف وحلو، ويفضل معاكي لحد تاني يوم طري. انا لفيت العجينه كلها، وهبتدي بقى اقفل طرف العجينه بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. قفلي كويس علشان ما تفكش معاكي اثناء التخمير او اثناء الخبز في الفرن. بعد ما تقفلي كده ابرمي العجينه بتاعتك على الكاونتر وظبطيها كويس جدا، وابتدي بقى قسميها علشان تقطعيها. العجينه دي هتديني 12 قطعه، انا قسمتها لنصين، وكل نصين نصين، وكل ربع يعني اربع تربع، كل ربع 3 قطع. المفروض ان العجينه دي تدينا 12 قطعه، بس انا برضو ما التزمتش قوي بالحاجات اللي انا حددتها او بالابعاد اللي انا حددتها، فادتني العجينه ادتني 10 قطع مش 12 قطعه. انت لو حابه تخلي العجينه بتاعتك سمكها او القطع بتاعتك طولها اقل خليهم 12 قطعه. هبتدي بقى اقطع العجينه، اقطع العجينه بخيط اسنان، وده افضل حاجه تقطعي بيها. لو قطعتي بالسكينه يعني هتضغط معاكي العجينه، هيبقى شكلها مش حلو، لان العجينه زي ما قلت لكم ملينه خالص، بتبقى مدهونه بالزبده، فيعني بتبقى التعامل معاها يعني يكون حذر شويه. جبت صينيه كده ودهنتها كويس بالزبده، والغرض من الدهن هنا يا جماعه مش ان العجينه ما تلزقش، ولكن توصي بالزبده في الصينيه علشان تديكي طعم حلو للسينامون رول، يبقى السينامون رول كده متشبع بالزبده ويبقى طعمه حلو جدا. ابدأي بقى رصي القطع بتاعتك في الصينيه، واختاري حجم مناسب للصينيه. الصينيه دي كانت اكبر صينيه عندي في الطقم المستطيل، ده مقاس مناسب للكميه اللي انا عملتها دي.
ده شكل السينامون رول كده من جوه، زي ما انتم شايفين كده، لفاته جميله واللفه محكمه ومفيش فراغات. هبتدي بقى اوزعه كويس في الصينيه، وهسيب فراغات ما بين كل قطعه والتانيه علشان العجينه هتزيد معانا اثناء الخمران، وهتزيد اكتر واكتر وهي في الفرن. هنركنه كده على جنب لحد برضو ما يخمر للمره التانيه وحجمه يتضاعف، وابدأي بقى شغلي الفرن بتاعتك بعد مرور 10 دقايق من بعد ما تخلصي رص في الصينيه. تمام، لان التخمير التاني مش بياخد وقت. هنبتدي نعمل الصوص على ما العجينه بتاعتنا تخمر بقى وتدخل الفرن. هنبتدي نعمل الصوص. دول 150 جرام من الجبنه الكريمي، اي نوع جبنه كريمي انت تفضليه استخدميه. هنعمل النهارده صوص الجبنه، مش هنعمل فيه انواع تانية من الصوصات بالحليب المكثف وانواع تانية، ولكن ده الصوص الاصلي بتاع سينابون. هضيف 95 جرام من السكر البودر على ال 150 جرام من الزبده من الجبنه، وهقولك انا هكتبلك على كل المقادير في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه زي ما احنا متعودين. يبقى ده سكر بودر وجبنه كريمي، هضربهم كده بالمضرب لحد لما يختلطوا، او بالمضرب اليدوي زي ما تحبي يعني، او بالمعلقه حتى، بس اهم حاجه اخلطيهم كويس جدا. بعد كده ابدأي ضيفي حوالي 60 جرام من الزبده، وتكون برضو زبده زي ما قلت لك لينه علشان تمتزج معانا بسهوله. ممكن برضو في المرحلة دي تستبدلي الزبدة بالقشطة، لو انت عندك قشطة استبدليها، استبدلي الزبدة بالقشطة. تمام، هيبقى طعمها حلو جدا. واضربيهم كده بالمضرب لحد لما قوامها يبقى كريمي. ده قوام الصوص معايا، صوص في منتهى الجمال، سكره مظبوط، طعمه مظبوط، وده قوامه. يعني قوامه لا سائل ولا صلب. لو انت حابة تخليه سائل اكتر من كده شوية، ضيفي معلقتين من الحليب. وفي الاخر هضيف كده حوالي معلقه صغيره من اي نوع فانيليا، يكون يعني ريحتها حلوه وطعمها حلو. قلبيها كويس. وده الصوص بتاعي جاهز، وده السينامون رول بتاعي خمر للمره التانية. بياخد حوالي معاكي مثلا من تلت ل 25 دقيقه علشان يخمر وحجمه يتضاعف بالشكل ده. الفرن بتاعتك تكون سخنه على حراره 180، وتكوني مشغلاها من قبل ما تدخلي السينامون رول بتاعك بربع ساعه. بعد كده دخلي السينامون رول في الفرن على الرف الاوسط، بياخد معايا حوالي 25 دقيقه وبيكون جاهز بالمنظر دوت. في منتهى الجمال، ريحته وطعمه مش قادره اقول لكم يا جماعه. لما بعمل السينامون رول في البيت يعني بيبقى ريحه البيت عامله ازاي. ابدأي بقى انزلي بالصوص بتاعك ووزعيه كويس على الصينيه. وممكن بقى لو انت حابه تزيني بصوص كراميل او صوص شوكولاته زي ما تحبي، بس ده الاساس. انا جبتلك الاساس وانت زودي براحتك زي ما انت حابه. وزعي الصوص بتاعك كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى ياخدوا بالكم وانا بوزع صوص بالاسباتيولا. شوفوا الاسباتيولا كده لما بتضغط على قطعه السينامون رول ازاي بتبقى اسفنجيه وبترجع زي ما كانت. وانا هوريكم كده واحده، هنشيل واحده واوريها لكم. حاجه في منتهى الجمال، طعمه في منتهى الجمال يا جماعه، وطري جدا، مش قادره اقول لكم طري قد ايه. يا رب الوصفه بتاعتي بس تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفه تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه. ده شكل السينامون رول بتاعي. عايزه بس افك واحده كده واوريكم قوام العجينه من جوه، وتشوفوا ازاي مساماتها هشه وازاي هي طريه. بصوا يعني حرفيا طراوه ما اقولكوش. يعني العجينه مش مستحمله معايا. وعايزه اقول لكم الطعم طبعا ولا اروع. بصوا كده مسامات العجينه من جوه، حاجه في منتهى الجمال. واخيرا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.